بسم الله الرحمن الرحيم. بلادنا السودان هذا الوطن العزيز يمر بظروف الكل يرجو أن تمر بسلام، وهذه الظروف رمت بظلالها السالبة على كثير من المؤسسات وجملة من المناحي وعدة من النواحي، ونحن نقوم في تلمس هذه المسائل وطرحها على من يليه الأمر وأخذ منه إلى من يليه من الأمر اللي هو المواطن. في هذه الظرفية نجلس صباح هذا اليوم في مدينة كوست الوديعة العاصمة الأهلية لولاية النيل الأبيض من صحة العبارة لنحل ضيوفا، نسأل الله أن نكون ضيوفا على البروفيسور الشاذلي عيسى حمد عبد الله مدير جامعة النيل الأبيض، وفي هذه المساحة نطرح معه ونأخذ منه إليه. مرحبا بك يا دكتور. مرحبا بالإخوة الكرام في موقع النورس المتابع والمقروء والمشاهد من جميع مواطني جمهورية السودان وخارج السودان، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن نكون خفيفي الظل في هذه الظروف وفي ظل هذه الظروف المستعصية وهذه الظروف المعقدة في هذا السودان الحبيب إلى القلب. بروفيسور الشاذلي، جهود كبيرة قامت بها الجامعة وتقوم في ظل هذه الظروف لمعالجات والإضاعة في هذه المفروضات. اندلاع هذه الأزمة في 15 أبريل من هذا العام قامت جامعة النيل الأبيض كإحدى مؤسسات وزارة التعليم العالي بكثير من المعالجات لكثير من القضايا التي تلي هذه الجامعة. وأول هذه القضايا كانت كيفية استيعاب الطلاب الذين تأثروا بظروف الحرب في ولاية الخرطوم وفي بقية الولايات الأخرى، وبالتالي كانت جامعة النيل الأبيض من الجامعات السباقة في هذا المجال، إذ عقد مجلس أمنائها في شهر يوليو المنصرم اجتماعا مشهودا بحضور وكيل وزارة التعليم العالي ومدير إدارة التعليم العالي الأهلي والأجنبي، وكان محور النقاش كيفية استقرار الطلاب وكيفية معالجة أوضاع الطلاب الذين تأثروا بهذه الظروف وبهذه الظروف المعقدة التي اجتاحت السودان في ذلك الوقت وما زالت. وكان القرار جريئا من الأخ بروفيسور السماني عبد المطلب أحمد رئيس مجلس أمناء الجامعة وجميع أعضاء المجلس بأن يعالجوا جميع أوضاع الطلاب أو جميع الأوضاع المعقدة لهؤلاء الطلاب من جميع الجامعات، وكان هنالك تحويل وكان هنالك استيعاب وكان هنالك استضافات متعددة لكثير من الجامعات، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر جامعة النيلين، جامعة العلوم والتقانة، الجامعة الوطنية السودان، وكلية الأفق، وجامعة ابن سينا، وكثير من الجامعات الأخرى التي طلبت منا استضافة وطلبت منا معالجة لأوضاع طلابها، وطلبت منا أيضا استضافة للأساتذة. نحن أيضا على الجانب الأول كانت هنالك استضافة الطلاب واستضافة الجامعات، وأيضا على الجانب الآخر كان هنالك استضافة لأعضاء هيئة التدريس الذين تأثروا أيضا بظروف الحرب من جميع الجامعات في تلك الولايات. لغاية يتواصل مع البروفيسور الشاذلي عيسى حمد مدير جامعة النيل الأبيض، وفي إطار العملية التعليمية في البلاد التي تعاني من كثير من الإشكالات والكوابح في ظل هذه الحرب المفروضة. ونحن نرجو أن تحدثنا أيضا عن انسياب عملكم الدراسي والنظامي في ظل هذه الظروف، كيف وأمتم بين هذه وتلك؟ كما ذكرت سالفا، بمجرد أن اندلعت هذه المشكلة في 15 أبريل كان لابد لجامعة النيل الأبيض، وهي تقع في ولاية مستقرة وآمنة،
ومطمئنة أن يكون لها دور كبير في أن تكون جميع الامتحانات وجميع العملية الأكاديمية منسابة بشكل طبيعي. ونحن في هذا الجانب قد فكرنا في أن يكون هنالك أيضا منصة إلكترونية ليدرس فيها الطلاب حتى لا يتأثروا كثيرا بإغلاق الجامعات، وحتى لا يتأثروا أيضا بالبعد الجغرافي إذا كان الشخص محجوزا خارج السودان أو في داخل مناطق النزاع، أن يكون هذا الطالب مستمرا في عمله الأكاديمي من خلال المنصة الإلكترونية، إذ يتم تسجيل جميع المحاضرات في شكل فيديوهات ويتم بثها عبر هذه المنصة الإلكترونية. نحن الآن انضممنا لمنصة إلكترونية عالمية في فترة تجريبية إن شاء الله لمدة فصل دراسي كامل بإذن الله سبحانه وتعالى. سيجني الطلاب ثمارها، وأيضا ستكون خير وبركة على أولياء أمور الطلاب، إذ أن هذه المنصة الإلكترونية الأكاديمية تتابع الطالب منذ دخوله مرورا بعمليته الأكاديمية من خلال التدريس عبر المنصة الإلكترونية، ومرورا بالامتحانات الإلكترونية، ثم بعد ذلك استخراج النتائج وحتى تخرج هذا الطالب في هذه الجامعة. يا بروف، مسائلكم عن أوضاع منسوبيكم من طلابكم من الولايات المتأثرة بهذه الحرب، وأيضا في هذا المجال عرض لنا على إمكانية استضافة طلاب بعض الجامعات في الولايات المتأثرة بالحرب عندكم في الدراسة. نحن بحمد الله سبحانه وتعالى معظم طلابنا يمكن بنسبة عالية جدا 95% هم من منسوبي ولاية النيل الأبيض وما جاورها من الولايات القريبة، ولكن ال5% المتبقية كل هؤلاء الطلاب الآن يسكنون معنا في هذه الولاية وتتابع أوضاعهم أول بأول. حتى الطلاب الذين خارج السودان هم الآن معنا في داخل هذه الجامعة، ونحن كما قلت أيضا نحن نستضيف كل الطلاب في الجامعات الأخرى ما أمكن إلى ذلك سبيلا. واستضفنا أول هذه الجامعات هي الجامعة الوطنية في كلية الطب، وأيضا الآن جامعة النيلين وجامعة كلية الأفق وجامعة العلوم والتقانة، وكذلك نستضيف الطلاب بصورة فردية، وكذلك أيضا وبنظام الساعات المحولة أو الساعات المعتمدة. وأيضا نحول كل الطلاب الذين لا يرغبون في مواصلة الدراسة في جامعاتهم عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك أيضا نقبل الطلاب الجدد الذين لم يجدوا مكانا لهم في التعليم العالي من خلال السنوات السابقة. أنت على علم بأن العملية التدريبية أو التدريب الصحة العبارة مفصل لا غنى عنه في العملية الجامعية والعملية الدراسية بالكلية. ما هو مسعى جامعة النيل الأبيض في هذا الجانب؟ التدريب إلى أين وصلت وإلى ماذا ترنو؟ طيب، لجامعة النيل الأبيض مجهودات كبيرة جدا ومقدرة في مجال التدريب، إذ الجامعة الآن منصة تدريبية هي عبارة عن شركة تسمى شركة دار وايت نايل للنشر والتدريب، موجودة في الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد في مدينة الشارقة في هيئة الكتاب أو في الهيئة الشارقة للكتاب، وهي منطقة حرة تتبع للكتاب. وعبر هذه الشركة أو عبر هذه المنصة نقوم بتدريب جميع الذين يرغبون في التدريب من داخل ومن خارج السودان. وأيضا في هذا الجانب عندنا أو لدينا كمية لدينا أيضا منصة للموارد البشرية في داخل هذه الجامعة تعنى أيضا بتدريب الكوادر التي لا ترغب في التعليم المنتظم أو التي تحتاج لتدريب للكورسات القصيرة
أو الكورسات الغير نظامية، وهذه هي شهادات معتمدة من وزارة التعليم العالي، تجيزها وزارة التعليم العالي. على الجانب الآخر في مسألة التدريب لهيئة التدريس والعاملين، نحن في العام الفائت ابتعثنا أكثر من 10 من منسوبي هذه الجامعة للتدريب بأحد المراكز في جمهورية مصر العربية بالإسكندرية. في هذا العام ابتعثنا 27 على دفعتين. إحدى هذه الدفعات للإمارات العربية المتحدة في الشارقة في منصتنا اللي هي دار وايت نايل للنشر والتدريب. كان الغرض منها تدريب هذه الكوادر في مجال تقنية المعلومات على تقنية جديدة تسمى بالحوسبة السحابية. والحوسبة السحابية لمن لا يعرفون ذلك هي عبارة عن حفظ المعلومات في السحاب، وغير حفظها في الورق. وهذه المسألة الآن نحن أكثر حوجة لها مما مضى، وبالتالي نحن نحفظ الآن كل مستنداتنا التي ترونها خلفكم والتي موجودة في المكاتب أو في الإدارات المختلفة أو في الكليات المختلفة. كل هذه المستندات نحفظها على مستوى سحابي، وتستطيع أنك تفتح هذه المستندات في أي مكان في العالم حتى لو فقدت الجهاز الذي تمتلكه. وأيضا حاولنا الآن أن نحفظ كل نتائج الطلاب في السحاب حتى لا يكون ذلك مدعاة لأن تضيع أوراق أو تضيع أوراق منسوبي هذه الجامعة أو مستندات هذه الجامعة من خلال ما يسمى بالحرائق أو ما يسمى بالتخريب الذي قامت به ميليشيا التمرد مؤخرا في بعض الجامعات مثل جامعة المشرق والجامعات الأخرى التي تم تدميرها بصورة ممنهجة وبصورة منظمة وبصورة مقصودة. فنحن أيضا دربنا جزء من هذه منسوبي هذه الجامعة أيضا على ما يسمى بدورة في التخطيط الاستراتيجي والمحاسبات الحكومية في الشارقة. والآن لدينا 5 من عمداء الكليات الآن موجودين في الشارقة، لهم 3 أيام الآن يتدربوا على القيادة الفعالة والكفاءة في الإدارة العليا للإدارة الجامعية في مدينة الشارقة. ونحن قدما سنسير في هذا الاتجاه لأنه التدريب من الأشياء التي تكمل أضلاع العملية التعليمية. شكر الله سعيكم يا دكتور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد بين طيات السحاب أنت وأنا إن شاء الله. نسألك عن أوضاع مسؤوليكم من هيئة التدريس. أوضاع نتحدث عن اقتصاد ما يسمى باقتصاد الحل، يعني هل عالجتم الأوضاع المعيشية لهيئة التدريس مثل هذه الظروف الاقتصادية الحالية؟ لم نهمل أوضاع إخوتنا في أعضاء هيئة التدريس والعاملين جميعا بجامعة النيل الأبيض، إذا كانت جميع مرتباتهم منتظمة منذ اندلاع هذه الأزمة وحتى الآن. وأيضا نحن لدينا حزمة متكاملة للرضا الوظيفي سيشرحها الأخ نائب المدير إن شاء الله في حلقة قادمة معكم، فيها جمعية تعاونية وفيها تدريب خارجي وفيها منح للرمضان ومنح في عيد الأضحى وخروف الضحية وما إلى ذلك، حزمة متكاملة إن شاء الله من الرضا الوظيفي. لكن ونعالج أوضاع أعضاء هيئة التدريس أول بأول أو أعضاء العاملين في هذه الجامعة أول بأول كلما كانت هنالك مشكلة، ولكن نطمئن الجميع بأن كل الاستحقاقات واجتماعات وكل الساعات التدريسية وكل المرتبات منتظمة منذ اندلاع هذه الأزمة وحتى الآن بحمد الله وبتوفيق كبير من الله سبحانه وتعالى.